بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا هوت أول يوم للكتاكيت. النهاردة لسه بنستقبل الكتاكيت. النهاردة هوت أول يوم. دول 15 كتكوت. الفراخ رخصت شوية الحمد لله، والعلف برضو رخيص. أنا جايبة الكتكوت ده ب8 جنيه، والعلف جايباه في الشكارة وفي 24 جنيه وربع قلب الشكارة. انما بره التجار بيبيعوه الكيلو ب28. بصوا الفرخة معانا عاملة ازاي، بسم الله ما شاء الله. بصوا انا اصلا مش عارفة اقلب الفرخ، كل ما اقلبه تاني. الفرخ ده معاكي كده، ده فرخ درجة اولى، بسم الله ما شاء الله. فرخة لما بصي هاجي امسكه الفرخ تيجي تعمليه يقلب معاك على طول. ده يبقى فرخة اولى حلو ما شاء الله. هنشوف واحد كمان. الفرخ لما يقلب معاكي كده على طول يبقى اعرفي ان الايه الفراخ دي فرزة اولى. ان شاء الله تجيب معاك في الاكل حلو. الفرزة الاولى ديت بتبقى كويسة معانا، وان شاء الله ربنا يصلح الحال. تابعونا مع بعض في بداية الدورة كده. اللي عايزة تجيب فراخ بتاع الفراخ رخيصة، والعلف رخيص شوية اليومين دول، ارخص من تشتري فراخ من بره. هنشوف بقى هنستقبلهم على ايه دلوقتي، خليكم معايا. هما ده الفراخ معانا. انا استقبلتهم على مية بعسل اسود. حطيت معلقة صغيرة عسل اسود على لتر المية، ودوبتهم مع بعض وحطيتهم لهم، وحطيت لهم معاهم حبة علف، وهسيبهم مع بعض كده. هنسيب المية بعسل دي لمدة 8 ساعات. ليه؟ دي بيعوض الفرخ لسه مفقوس، فهو بيعوضه كده عن الفيتامينات اللي ناقصاه والحاجات. بيبقى عامل زي محلول الجفاف كده واحلى. وامك معانا ما شاء الله عليهم. وهنجيب لهم بقى تحصينة، هنجيب لهم مضاد حيوي، ونجيب لهم فيتامينات، وهوريكم هنشوف مع بعض. يلا نسيبهم بقى، وبصور لكم بقى ايه لما نيجي نحط لهم حاجة تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.